طبعا العنوان اللي انت قريته ده عن كابتن سيد عبد الحفيظ يحصل في حاله واحده بس، لما تكون انت نايم ومش متغطي. ليه بقى؟ لان بعد التسريبات اللي حصلت من اداره النادي الاهلي اكتشفنا ان كابتن سيد عبد الحفيظ مستحيل يرجع لاداره الكره في النادي الاهلي تاني. طب ليه؟ تعال اقول. على لسان احد النقاد الرياضيين ان في ضغينه او في كره او في عدم رغبه في كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يكون موجود في منصب كره القدم في النادي الاهلي، والرغبه دي والكره ده من ناس جوه الاداره ولاعيبه قديمه في النادي الاهلي. طب ليه الكلام ده؟ على حسب الاقاويل او على حسب اللي وصلني، يعني ان الكابتن سيد نجمه لمع في المكان ده اعلاميا وفي الشغل وكده، ففي ناس كرهت ده. انت متخيل؟ عشان انا واحد من الناس كنت فاكر ان الموضوع ده بيحصل في اداره نادي الزمالك بس، النفسيات والكلام ده، بس فعليا انا اتصدمت لما عرفت ان في فعليا نفسيات برضو جوه اداره النادي الاهلي. انسب شخص لاداره المنصب ده دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ، الشخص الوحيد اللي في السابق وفي الوقت الحالي محدش جه زيه. فايه انتوا مستنيين ايه؟ مش مستنيين حاجه. طيب ما جبتوش ليه؟ لان فعليا في ناس جوه اداره النادي الاهلي مش بتحب كابتن سيد عبد الحفيظ، لان هو نجمه فعليا لمع جدا في المكان ده، وكان ليه صيت، وكان تقريبا خايفين ان هو يزعزعهم من مكانهم، خايفين ان هو ياخد مناصب اعلى. ما اعرفش نياتهم عامله ازاي. بس كابتن سيد عبد الحفيظ مش هيمسك منصب اداره الكره في النادي الاهلي ابدا.